في مثل هذا اليوم 17 رمضان من العام الثاني للهجرة، وقعت إحدى أهم الأحداث وأكثرها تأثيرا في تاريخ الإسلام والمسلمين، غزوة بدر الكبرى. تعتبر غزوة بدر من أهم الغزوات الحاسمة والفاصلة في تاريخ الإسلام، حيث شكل انتصار المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة فاتحة الانتصارات والفتوحات. وقد وقعت غزوة بدر في أرض بدر، وهي محطة لمرور القوافل المتجهة إلى الشام والعائدة إلى مكة المكرمة، وكانت تمثل سوقا من أسواق العرب المشهورة. ساعدها في ذلك موقعها الجغرافي بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء. فبعد أن علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يعرض عيرها، نفرت وجمعت جيوشها وتوجهت نحو مياه بدر. وقد علم الرسول عند وادي زفران أن قريشا كلها خرجت لملاقاته، فأخبر أصحابه واستشارهم. فقام أبو بكر الصديق أولا فعاهد على الوفاء، ثم تبعه عمر بن الخطاب، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ثم استشار الرسول الأنصار فأعطاه سعد بن معاذ سيد الأنصار العهود على السمع والطاعة والموت في سبيل الله. فآمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصر الله قريب، وسار حتى وقف على ماء بدر. وهناك علموا أن قافلة أبي سفيان التي خرجوا ليعرضوا عيرها قد فاتتهم، وأنه ليس أمامهم إلا عدو يبلغ 3 أضعاف عددهم. فبدأت المناوشات الأولى، وخرج من قريش عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة وابنه الوليد بن عتبة، فدعا إلى المبارزة. فخرج إليه 3 فتية من الأنصار، فصاح عتبة: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. فقالوا: ما لنا بكم حاجة. ثم نادوا: يا محمد، أخرج لنا أكفاء من قومنا، أي من المهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحرث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. قال عتبة: من أنتم؟ فذكر كل منهم اسمه، فقالوا: أكفاء كرام. فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وكذلك فعل علي بالوليد. وأما عبيدة فقد أصابه عتبة في قدمه، فكر عليه حمزة وعلي فقتلاه، وحملا عبيدة إلى صفوف المسلمين. ونام عبيدة تحت أقدام الرسول وقال: ألست شهيدا يا رسول الله؟ قال الرسول: بلى. مات عبيدة بن الحرث وهو صاحب أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام لأحد المسلمين، أحد السابقين الأولين المهاجرين. واقترب المشركون من المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل أصحابه وفي يده عصا، فمر بسواد بن غزية وهو غير منتظم في الصف، فطعنه في بطنه بالعصا وقال: استوي يا سوادة. فقال: يا رسول الله، أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقتني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. فاعتنقه سوادة وقبل بطنه، فقال الرسول: ما حملك على هذا يا سوادة؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. وبدأت الحرب، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتى نصر الله. هذا جبريل أخذ بعنان فرس يقوده على ثنايا النقع. وفي تلك اللحظة رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فاستشهد، فكان أول من استشهد من المسلمين. ثم رمي حارث بن سراقة وهو يشرب من الحوض بسهم فأصاب نحره فقتله. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر،
إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام: وفي يده ثمرات يأكلها، بخ بخ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. ثم قذف الثمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. وأقبل عوف بن عفراء بن الحرث فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى مات شهيدا. وسأل معوذ بن الحرث أحد المهاجرين: أين هو أبو جهل الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كثيرا؟ فلما أشار إليه أحد المهاجرين هجم معوذ عليه وضربه حتى ترك به رمق، ثم انقض على القرشيين حتى قتل. واستشهد عمير بن أبي وقاص وهو في 16. وذو الشمالين عمير بن عبد عمرو الخزاعي، وعاقل بن البكير، وصفوان بن بيضاء، ومبشر بن عبد المنذر، ويزيد بن الحارث، ورافع بن المعلى. وفي بدر ناموا جميعا أحياء غير أموات، مصداقا لقول الحق سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.